اللهم هون ثم هون ثم أرح نفسا لا يعلم بحالها إلا أنت. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شم النسيم. ويخرجوا بقى وفسحوا بقى وكلوا فسخكوا ورنجتكوا بقى وايه ادوها. انا طبعا قلت بقى ايه، داخل علينا بقى شم نسيم كده والشقه هتتزفر، فمسحها عشان تتزفر امسحها تاني. والناس هتمسح بعد شم النسيم كده عشان يكونوا زفروا الدنيا اللي انا مسحت قبلي. يلا مش مهم، كده كده الشقه عايزه تمسح. طبعا شايفين احباب الله ما شاء الله عليهم، لازم كل فيديو يحطوا بصمه ليهم. حبايبي صلوا على النبي في الكومنتات، متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. طبعا زي ما انتوا عارفين ان ايه، كنت هقولكوا ايه نسيت والله. زي ما انتوا عارفين ان شم نسيم يعني فسيخ ورنجة وبصل ودب بقى وايه، وبيبسي اللي هو حاجة ساقعة يعني، و كابوتشا بقى وخاص. معركة شم النسيم ده. بصوا يعني هو معرفش، بس احنا اتعودنا، كبرنا وتعودنا لقينا نفسنا شم النسيم ده لازم ناكل رنجة وفسيخ. معرفش ليه العادة ديت، بس تقريبا من ايام الفراعنة اكيد. يعني اصل اهالينا برضو اتولدوا لقوا كده واهاليهم اتولدوا لقوا كده، فهو دي عادة فرعونية. واحنا في الفسيخ والرنجة لازم نحافظ على العادات والتقاليد. فقلت بقى ايه، بكرة كده موسم، فامسح بقى كده واروق كده الدنيا. دخلت اول حاجة على اوضة النوم. طبعا شايفين احباب الله ما شاء الله مش مخليين اي حاجة في مكانها بجد يا جماعة. يعني اللي عندهم اطفال بيعملوا ايه؟ بأمانة الحاجة اللي بتتعمل في نص ساعة بتقعدي ساعتين وتلاتة عبال ما تخلصيها، وده يرمي هنا وده يرمي هنا وده. بصوا عايزين يشربوا، عايزين يروحوا الحمام، عايزين ياكلوا. طبعا مش كلهم، ادم لابس بامبرز اهو باين، يا لبست لون لبست اللي تروح الحمام هو البامبرز اهو شايفينه. قولوا ما شاء الله. تعالوا احكي لكم على ادم ابني ده شويه، وانا بغير كده معاكم الملايات السرير. ادم ابني اول لما اتولد، بص وانا حامل في ادم انا ما اكتشفتش ان انا حامل غير وانا في خامس شهر او حاجه، لان انا كانت لولا لسه عندها مكملتش سنه، يعني كانت لسه عندها 8 شهور 9 شهور كده. فانا في مصطلح كده امهات بيقولوه ان هو بترضع نضيف، طبعا الستات كلها عارفين يعني ايه بترضع نضيف، فانا كنت من الناس دي. فاكتشفت ان انا حامل في ادم، فما كنتش باخد فيتامينات، ما كنتش باخد اي حاجه خالص. حتى بعد ما اكتشفت في الخامس ما كنتش باخد حاجه، سبتها كده على الله، لان انا كنت برضع وكانت كل حاجه خايفه ان انا اخدها عشان الرضاعه. فايه سبت الدنيا، ولا حديد ولا كالسيوم ولا اي حاجه. كنت كل فين وفين اما اخد قرص حديد كده ولا حاجه، بحس ان انا هبطانه، ما اعرفش ايه دخله، بس لما احس ان انا هبطانه باخد قرص حديد. فولدت ادم وعندي 3 شهور كده او شهرين ونص. مامتي لاحظت ان هو لما بنحرك قدامه حاجه او بنولع كشاف في عينه وهو ما بيقفلش عينيه. فاللي هو انا قلت لماما لا ده لسه صغير، يعني ايه المشكله، ده لسه صغير مفيش عادي، ممكن بس يكون متاخر شويه في ان هو يستوعب، يعني ان انت لما تعملي صوت مثلا كده جنبه ان هو يلتفت بعينيه ليكي. قالت لا والله يا بنتي ايه الواد ده في حاجه. فانا ايه الكلام لعب في دماغي، فقلت ايه اما اوديه الدكتور. ففي اليوم دوت هو تعب بالليل، فنزلت بيه الطوارئ، ازرق كده مني ومش عارفه ايه، فنزلت بيه الطوارئ شرق وازرق ونزلت بيه الطوارئ. فانا قلت ايه ما اقول للدكتوره كده، فالدكتوره راحت جايبه اللي هو اللايت اللي هو النور الكشاف، وراحت مولعاه في عينيه، فهو ما راحش قفل عينه زينا، يعني الكشاف بيجي في عينيكي بتقفلي عينك، هو ما قفلوش. فراحت قالت لي انت لازم تعرضيه على دكتور عيون في اسرع وقت. فانا ايه قلقت وخفت. بصوا انا معاكم بقى هكنس وافرش معاكم وانا بحكي لكم قصه قدام ابني. فروحت ايه، فقلقت بقى وخفت. فتاني يوم الصبح على طول رحت اتصله بامي، قلت لها ايه انا هسيب لك قرين عشان هودي ادم للدكتور.
هي فاكره ان هو لسه تعبان من الشرقه بتاعت امبارح، فانا هروح بتاني. فقالت لي خلاص ماشي. فرحت رايحه موديالها قارين، ورحت واخده المترو ورحت ابو الريش. انا ساكنه هنا في دار السلام، فهو ابو الريش في السيده زينب، كام محطه يعني 3 4 محطات. فركبت المترو ورحت نازله ابو الريش. رحت وقطعت، وبعد ما قطعت استنيت دوري، قالوا لي لا ده هنا مش عيون، ده العيون في حته تانية يعني بعد المستشفى كده بشارع ولا حاجه في مبنى تاني. فرحت، وكان على حظي في اليوم دوت ان العيون دي كانت رايقه في اليوم ده. اللي انا اكتشفته بعدين ان العيون اصلا بتخلص تذاكر قبل ابو الريش العاديه. يعني ابو الريش العاديه بتخلص تذاكر مثلا 8، التانية دي بتخلص 7. هنا بياخدوا اعداد معينه. فانا رحت الحمد لله، كنت رايحه الساعه 10 وكان لسه في تذاكر، ودخلت ورحت وقعدت ومش عارفه ايه وكشفت. فقعدت استنيت بقى لان الدنيا زحمه واطفال كتير يا عيني، وكلهم لابسين نضارات ومش عارفه ايه، وانا مرعوبه على ابني. فروحت ابو الريش، جه بقى دوري. فروحت دخلت عند دكتور. فانا قلت له اللي حصل ده حصل كذا كذا، وان هم قالوا لي ان هو لازم يروح لدكتور. فالدكتور بص كده في عينيه، قعد يشغل برضو نور مش بيدي، راح مش عارفه معاه عدسات كده، قعد بقى يكشف عليه ويبص. راح قال لي تعالي معايا يا مدام. فانا خدته ورحت رايحه معاه. فراح هو الأوضة بيبقى فيها مثلا 2 دكاترة أو 3 دكاترة، فيهم واحد فيهم يعني ايه، مثلا كلهم نايب والتاني أخصائي. يعني دكتور مثلا نايب ودكتور، يعني دكتورين نايبين وأخصائي. أخصائي ده أعلى من نايب شوية. فهو دخلني للأخصائي، فالأخصائي شافه وراح كشف عليه، وراح الدكتور التاني قاله ده كذا كذا كذا، ومصطلحات بقى كلها طبية فراح كشف عليه تاني، وراح قال لي ايه تعالي معايا يا ام ادم. انا بقى بتنقل من اوضه لاوضه، فاهمين الموضوع بقى، وان ابني تعبان. جماعه انا هكمل لكم فيديو تاني لان الفيديو بيخلص مني. فانا دخلت الاستشاري، لو الفيديو خلص مني هكمل لكم فيديو تاني. دخلت في الاستشاري، فالاستشاري برضو كشف عليه، ومعاهم الاتنين الدكاتره النائب والاخصائي اللي دخلوني للاستشاري. فالاستشاري راح محولني على رئيس القسم بتاع العيون، رئيس القسم ذات نفسه. فرحت واخده ابني ومعايا الاتنين الدكاتره التانيين النائب والاخصائي، ورحت لرئيس القسم كشف عليه، وراح برضو عامل ايه، قايل لي نفسك، راح قايل لي ايه. بصوا بقى اكمل لكم القصه في فيديو تاني. بس كده خلصنا. متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وباي باي.